وسرعة الانتهاء من تطبيق منظومة التتبع الدوائي للحد من الغش بالأسواق. ويأتي ذلك من خلال اجتماع السيد الوزير مع ممثلي وزارات الإنتاج الحربي والعديد من الهيئات المعنية كالمستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة، وكذلك الدكتورة رندا عبدو المشرف على الإدارة المركزية لمركز المعلومات بالوزارة. والخطوات الثلاثة التي تحدث عنها السيد الوزير تبدأ من خلال لجنة مشتركة مع ممثلي المصانع ووزارة الإنتاج الحربي وقطاع الصيدلة، إضافة إلى المرحلة الثانية وتأتي من خلال مرحلة توزيع الأدوية على الصيدليات، والمرحلة الثالثة وهي توفير منظومة متكاملة بالصيدليات لضمان يعني تتبع الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى المريض المصري. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام لنا معكم وقفتين أساسيتين. واحدة من تلك الوقفات مع واحد من أبرز المعارضين في المراحل السابقة، البرلماني السابق ورئيس واحد من أبرز الأحزاب. كنا نعد حزب الجيل في مرحلة قبل ما ثورة يناير المجيدة 25 يناير، كنا نعده واحد من الأحزاب على صابع اليد الأولى، لأنه كان هناك حزب وحيد اسمه الحزب الوطني، وهناك أحزاب تقل أهميتها أو يقل دورها في الشارع. بعد وصول عدد الأحزاب على أرض هذا الوطن إلى أكثر من 100 حزب، أيضا يبقى حزب الجيل ذو بريق يعني قيادته لها يعني دور وطني سياسي بارز، والخبرة البرلمانية لتواجده أكثر من 4 دورات تحت قبة البرلمان أعطى له الخبرة التي نبتغي أن نتعرف عليها في الجزء الأول من هذه الحلقة. في الجزء عن المؤسسات الأهلية ودورها مع الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات، وكذلك الأستاذ حازم محمود المستشار القانوني للمؤسسة، والأستاذ محمد أبو الخير المدير التنفيذي لها. في الجزء التالي تابعونا وهذه الوقفة. بداية أعرف بضيف العزيز ضيف الفقرة الأولى سيادة النائب الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والبرلمان السابق. مرحبا بكم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. أستاذ ناجي، بداية يعني أنت من المهمومين بصحة المواطن المصري وبسلامته وأمنه، وعندما يقر السيد الوزير بمنظومة تتبع الدواء لضمان وصول دواء آمن بعيدا عن الغش، فهذا الخبر مؤكد أنه يستلزم منكم التعقيب. هو خبر يسعد كل المصريين، لأن في الآونة الأخيرة حصل في فوضى في سوق الدواء، وهذا المنظومة التي يأمن الوزير يعني يتأكد لديه يقينا أن الدواء المصري آمن، وأن المادة الفعالية فيه حسب المواصفات العالمية لها، وهو منظومة نحن مشتاقين لها كثيرا. وهي الأمانة وزارة الصحة على مدى العقود الماضية كانت بتحاول تبذل مجهود ضخم في هذا المجال، ولكن لم يأتي أحد بمثل هذا التصريح يتصرح به وزير الصحة الحالي الدكتور أحمد عماد من خلال ما أعلنه من تتبع آمن للدواء. هذا التتبع الآمن للدواء يجعل المصري يعني يشتري الدواء وهو متأكد تماما من مادته الفعالة، متأكد تماما من تاريخ صلاحيته، متأكد تماما من أنه سوف يأتي بالعلاج الناجع. وهو يتطلب من كل الأجهزة المسؤولة والأجهزة الرقابية أن تسير جنبا إلى جنب مع الوزير لتحقيق هذا الحلم لكل المصريين. الدواء المصري في الستينات كان ليس له منافس في الدول العربية وأيضا ولا في قارة أفريقيا، كان هو الدواء المستورد الأول في تلك البلدان. نحن نريد أن يعود الدواء المصري مرة أخرى، والاهتمام بالشركات الوطنية لتصنيع الدواء. نعم. كانت الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها كانت بتدخل لمصر عملة صعبة بمبالغ ضخمة جدا من جراء تصديرها للدواء في أفريقيا والدول العربية. نحن نأمل. تمام. يعني استاذنا في هذه الجزئية تحديدا، يعني عندما زار وفد من روسيا الاتحادية المصنع شركة الناصر، وجد الماكينة التي شهد افتتاحها الرئيس الراحل عبد الناصر وخروشوف، وذكروا بأن هذه الماكينة لو متواجدة في روسيا لوضعوها في المتحف ولا زالت تعمل بنفس الكفاءة التي كانت بها منذ الستينات. ما هي دي كفاءة المصريين. نعم.
هو برضه يعني يعني التاريخ يذكر نعم. بالسلاح الروسي المتخلف كثيرا عن السلاح الامريكي، نعم. استطاع المصريين في اكتوبر 73 ان يعبروا القناه ويفتحوا خط برلين فحققوا انتصار على السلاح الامريكي المتقدم تكنولوجيا جدا عنهم. تمام. فهو ده المصري اللي ممكن يبقى اللي يعمل فسيخ شرباء. وذلك برضو شركات المحل للغزل والنسيج، تمام. الماكينات والألومنيوم القديمه ما نعم. تزال حتى الان تعمل. تمام. تشوف بقى حضرتك بقى لو احنا بقى حدثنا شركه النصر الادويه بماكينات حديثه، وشوف يبقى شكل الدواء المصري عندما نصدره هيبقى الدول العربيه والقاره الافريقيه ملهوف عليها قد ايه. احنا تمام. الان بنستورد الدواء، واحنا نرجو ان نعود مره اخرى الى تصنيع والاكتفاء المحلي من الدواء ثم ثم تصديره تمام. الى الدول أحسنت. العربيه أحسنت. والقاره الافريقيه وغيرها من دول العالم، ممكن قاره اسيا سوق ايضا واعد الدواء المصري. واعتقد ان المدخل هنا هو ما تحدث به معالي الوزير، تمام. ان تتبع الامن للدواء يعيد للسوق المصري تاني حيويته، ويعيد له جاهزيته، ويعيد الطلب عليه من كل البلدان. تمام. يبدو أن السوق الإفريقي أيضا سيادة النائب كما تحدثت يعني يعد من الأسواق الرائجة، ويعد بعد أمن قومي مصري لنا فيما يخص تواجدنا على الأرض الإفريقية وبالدواء أو القوافل الطبية أو غيرها من القوة الناعمة التي ربما تؤثر كثيرا على استقرار هذه البلاد الإفريقية، وأن تدين أن تعيد وتدين بالولاء إلى مصر الحبيبة. والأمن المائي جزء أيضا من اهتماماتنا ونعول عليه كثيرا. سيادة النائب، يعني دعني أترك بداية